السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم طريقة جميلة للفتة المصري على اصولها، ان شاء الله تعتمدوها وتبقى طريقتكم المميزة. بس اول حاجة نسمي ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض الطريقة ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة سخنت حلة على النار ونزلت فيها بنص فنجان من الزيت و3 مكعبات صغيرين من الزبدة، واستنيت لغاية لما الزبدة ساحت خالص. بعد كده كان معايا كيلو لحمة غسلاه ومصفياه كويس، ابتديت انزل بيه كده ياخد صدمة، لازم ياخد صدمة كده وياخد لون على الجنب دوت. وبعد كده برجع اقلبه على الجنب التاني ياخد لون على الناحية التانية، ولازم ياخد معايا لون كده على الناحيتين عشان بيبقى شكله حلو كده في النهاية. يعني بيطلع معايا بعد ما بخلص كأني محمرة اللحمة وانا اصلا مش هحمرها، بس بتطلع كأنها متحمرة. كنت مجهزة معايا مية مغلية، ولازم هنا تكون المية مغلية معايا عشان تساعد على تسوية اللحمة. واول لما ابتدت معايا الشوربة تغلي ابتديت اجمع اي رغوة بتتكون على الوش عشان ما تخليش فيه زفارة في الشوربة. معايا هنا بصل مقطعاه والسبع بهارات وفلفل اسود وحبهان وورق لورا. ممكن انتي تزودي اي بهارات، لو حابة تحطي بهارات لحمة تحطي مستكة، اي بهارات حابة تزوديها زوديها. ده شكلها كده، هي لسه ما استوتش. انا حطيت عليها هنا معلقة صغيرة من السكر عشان تساعد على تسريع التسوية شوية. سبتها حوالي ساعة الا ربع على النار، بعد كده نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الملح وقلبتها كويس، وسبتها 10 دقايق كمان على النار، وبعد كده طفيت عليها. كنت مجهزة معايا حلة هنا مسخناها على النار وحطيت فيها معلقة من السمنة، ونزلت عليها بحوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم مهروسين، وقلبتهم كويس مع بعض كده لغاية لما الثوم معانا ياخد لون كده، يعني لونه يحمر معانا بالشكل ده. بعد كده نزلت عليه بحوالي فنجان صغير من الخل، سبته معايا حوالي دقيقتين يغلي على النار. كان معايا عصير طماطم عصرها ومصفيها كويس، وحطيت عليها البهارات. كان معايا ملح وفلفل اسود و7 بهارات ومكعب مرق الدجاج، قلبتهم كويس مع بعض. بعد كده سبتها بقى تستوي براحتها على النار. وهنا برضو في حلة سخنة على النار نزلت فيها بمعلقتين من السمنة، واول لما سخنت معايا نزلت حوالي 3 كوبايات من الرز وقلبته مع بعض كويس. لازم الرز يسخن معايا شوية، واول لما يبتدي بيطلع دخان كده بروح نازله عليه بشويه من الشوربه، وبرضو لازم الشوربه معايا تكون سخنه. هو كل كوبايه رز بتاخد حوالي كوبايه ونص من الشوربه، ولازم تكون برضو سخنه علشان خاطر برضو تساعد على تسويه الرز وما يعجنش معانا. هنا اول لما تشرب معايا قلبته كويس، وبعد كده وطيت عليه النار وسيبته يستوي على نار هاديه. ومعايا صينيه سخنتها على النار ونزلت فيها بحوالي 4 مكعبات من الزبده، وسبتهم لغايه لما ساحوا خالص على النار. كنت مجهزة معايا برضو هنا حوالي 6 أو 7 فصوص من الثوم مقطعهم قطع صغيرة، قلبتهم كويس مع بعض كده لغاية لما يدبلوا يبتدي كده لونهم يصفر شوية. ما بسيبهمش كتير على النار، يعني مش يحمروا كده وياخدوا لون، لا لونهم يدبل شوية. معايا هنا فلفل كنت مقطعاه قطع صغيرة كده، الفلفل اللي معايا هنا حار، انتي ممكن تضيفي فلفل رومي او فلفل الوان حسب الرغبة. وبرضو هنا معايا عيش محمص كنت مقطعاه كده قطع صغيرة،
ونزلت بيه كده على الفلفل والثوم وقلبتهم مع بعض كويس، يعني يتشوحوا كده مع بعض والعيش يتحمص معايا كده ويتشرب بقى من طعم الزبدة مع الثوم مع الفلفل. يدوبك كده بالظبط 3 دقايق، ونزلت عليهم بحوالي معلقتين كبار من الخل وقلبتهم مع بعض كويس. سبتهم برضو حوالي دقيقتين او 3 دقايق مع بعض كده. بعد كده ضفت عليهم حوالي شوية صغيرين من الشوربة، يعني حوالي كده فنجان صغير. بعد كده حطيتهم في بولة، بعد كده حطيت عليهم الرز وزينت وشهم بالصلصة، وده شكلهم معايا زي ما انتوا شايفين كده. شكلها يفتح النفس وطعمها احلى. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش بقى لايك وكومنت والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.